والدول وإلى جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والصحة بشأن ما جرى مع المقاتلة الكردية غزالة مويلان، والتي تعرضت لحالة صحية حرجة ولم يتم استقبالها في المشفى المعني لتلقي العلاج اللازم في وقته المناسب وفق ما ورد من معلومات مؤكدة من ذويها والمحيطين بها. إننا إذا نعبر عن بالغ القلق والاستياء من هذا الوضع، نؤكد إن حق في العلاج والرعاية الصحية حق أساسي مكفول لكل إنسان دون استثناء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شخص منه مهما كانت الظروف أو الخلفيات. أن تجاهل الحالات الإنسانية الطارئة أو التأخير استقبالها يشكل انتهاكا واضحا للقيم الأخلاقية والمبادئ الطبية والإنسانية التي يفترض أن تقوم عليها المؤسسات الصحية. وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات عدم استقبال المريضة في الوقت المناسب، محاسبة الجهات المسؤولة عن أي تقصير أو إهمال إن وجد ضمان عدم تكرار قبل هذه الحالات مستقبلا. التأكيد على الالتزام جميع المؤسسات الصحية بواجبها الإنساني دون تمييز، كما ندعو جميع الجهات الحقوقية والإعلامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المريضة وكل من يواجه ظروفا مشابهة. وفي الختام نؤكد إن كرامة الإنسان فوق كل اعتبار، وإن حماية الحياة مسؤولية لا يمكن التهاون بها. الرحمة الإنسانية والعدالة لكل مظلوم. ناحية زرقان 20/4/2026.